بصرف النظر عن ان المباراة كانت بتتصور بموبايل نوكيا وان نظرنا راح واحنا بنتفرج على المباراة. آه ليه من الاول؟ يعني ليه لازم تكون يا كولر تحت انتقاد وتحت ضغط كبير جدا من جمهور النادي الاهلي ومن الادارة علشان تشتغل كويس، علشان تكون واقعي، علشان يكون عندك قراية جيدة للمباراة، علشان وانت واقف على الخط تكون مركز اكتر في تغييراتك وفي قراية المباراة. تكتيك ممتاز، تشكيل، بدايه تشكيل ممتازه، تحضير للعيبه ولا اروع، نفسيا وبدنيا. كل ده كان فين؟ ما احنا عايزين نفهم، عشان انت لو احنا بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه لنا، ومهمه جدا كمان ان هي تتحسم قبل الدوري بخمس عشر اسابيع على الاقل. يعني عشان لو انت بس بطوله الدوري مش مهمه بالنسبه لك، فانا بقول لك لا، يعني جمهور الاهلي كل البطولات، اي بطوله بيلعب فيها هي مهمه بالنسبه له. ما علينا. انا الراجل زي ما بنتقده دايما، زي ما هطلع اقول ان هو النهارده عمل مباراه استثنائيه، مباراه رائعه. تشكيل بدايه ممتازه، تغييرات في وقتها، تغييرات ممتازه. كل حاجه في المباراه كانت واقعيه بالنسبه له النهارده. ما شفتش منه اي تجويد او تاليف. اللي بيتعب بيخرج، اللي بينزل عنده عنده قدره ان هو يكمل اللي بدأه زميله. اللعيبه معده بدنيا ونفسيا بشكل جميل جدا وبشكل رائع. مارسيل كولر، مش عارف، بس لازم اشكرك على المباراه النهارده لانك عملت مباراه قويه جدا انت واللعيبه والجهاز الفني. ان شاء الله كان عندنا احسن من كده، كنا ممكن نسجل ونكسب المباراه، بس الحمد لله طلعنا بنتيجه ايجابيه. نتيجه خداعه، بس ان شاء الله لاعبتنا هنا يحسموها في القاهره، ونقدر نكسب المباراه خاصه بعد عوده المصابين. ان شاء الله عندنا في بنسبه كبيره جدا امام ومروان وحسين الشحات هيكونوا متواجدين في مباراه الاياب يوم الجمعه ان شاء الله. الحمد لله على كل حال. وان شاء الله الاميره تفضل في مكانها في الجزيره، الاميره الافريقيه، وان شاء الله كولر يفضل بس على الثبات الواقعيه والثبات في التكتيك. ويعني مش عارف يعني، لازم يركز كولر اكتر في المباريات المحليه، عشان مش لازم يكون تحت ضغط وانتقاد عشان ان احنا نطلع نشكره ونقول ان انت مدرب رائع و اشوفكم على خير ان شاء الله.